حنا ملي غنقدموا اللجنه التنفيذيه اللي هي غادي تكون طرف في المناقشه ديال القانون المقبل البرلماني باش يكونوا عارفين التصور ديال حزب الاستقلال والمناضلين ديال الضربه، هذا هو الاول. ودرنا الثاني حاول انشاء ديك الشركات المحليه ودرنا مذكره ورسلناها للحمده السيد محمد ساجد ورسلنا كذلك للسيد الوالي. وخاصكم تعرفوا بان ذاك المذكره عندها واحد الوقع ايجابي، لان ذاك المذكره بخصوص من واحد من الجانب القانوني نبهناهم واحد الغلطات اللي غادي يكونوا كبيره وغادي تتخذ بعين الاعتبار. وطلبنا كذلك احداث شركات اخرى وغادي تتخذ بعين الاعتبار. شكون اللي جاوب؟ حتى شي واحد ما عطى يعني شي مذكره بحال مذكره يعني بطرف الرابع. المسؤوليه الملقاه على البيضاويين والبيضاويات بكل اطيافهم بكل مشكلاتهم هي مسؤوليه سيقوم بها البيضاويون والبيضاويات على احسن وجه يجب ان يكون. ما قلت ممكن، قلت يجب ان يكون. لماذا؟ لان التحدي كبير وكبير جدا. وقد اشارت الاخت ياسمينة الى مجموعه من المعطيات تبين هذا التحدي. تحدي نجمله في مجموعه من الافكار بسيطه. هناك من يريد توقيف هذا الشعب عن مساره الطبيعي بسياسه احاديه، لا يستمع ولا ينصت ولا يلتفت ولا يستشير ولا الى اخره. وهناك شعب يريد عكس هذا، لانه لا يريد الا العيش الكريم في وطن كامل. اي ان حزب الاستقلال ماشي ديال المقاعد، ماشي ديال المسؤوليات، ماشي ديال المنافع، حزب الاستقلال ديال المبادئ وديال القيم وديال الثوابت. وخروجنا هو نقطه نظام الحياه السياسيه موجهه الى جميع الجهات، وانه ما كاينش اللي غيخلع الغابه، وما كاينش اللي غيتبدل في الشارع، وما كاينش اللي غيزيد على استقرار المغرب. الا كانوا شي ناس ولا شي احزاب اعتادوا على انهم يكونوا انتهازيين في السياسه، حزب الاستقلال بوطنيته السابقه ضد الانتهازيه السياسيه.